عرض فلكي من النصر السعودي للأمير مودريتش. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة عرب جول الرياضية. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل أنت مع رحيل مودريتش أو استمراره مع الفريق؟ شاركونا بالتعليقات. تسعى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر للتعاقد مع العديد من النجوم العالميين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد توقيعها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويدخل نجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش ضمن قائمة أولويات الفريق العاصمي، بالإضافة إلى الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مودريتش سيؤجل العروض التي وصلته من النصر السعودي والدوري الأمريكي نظرا لرغبته في الاستمرار مع النادي الملكي لموسم إضافي على الأقل. وأضافت الصحيفة أنه رغم المحاولات الحثيثة للنصر من أجل إقناع النجم الكرواتي بالانضمام لصفوفه، إلا أن الأخير رد بقوله سنتحدث في 2024. يذكر أن مودريتش نجح في قيادة منتخب كرواتيا لحظ المركز الثالث في مونديال 2022 بعد الفوز على المغرب بثنائية مقابل هدف يتيم. وأكد لاعب الوسط الكرواتي الخبير لوكا مودريتش بأنه بات جاهزا للعودة بأفضل جاهزية ممكنة للمشاركة مع فريق ريال مدريد في المرحلة القادمة. وكان مودريتش قد دخل في الدقائق الأخيرة من مباراة ولد الوليد التي فاز بها الميري بهدفين نظيفين سجلهما كريم بنزيما، وذلك بعد أن قاد مودريتش كرواتيا لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022. وفي حديثه مع صحيفة يوتيرني ليسي الكرواتية، قال اللاعب صاحب 37 عاما: سرعان ما يتعافى المرء من كل ذلك، على الأقل أشعر بهذا. وأكد النجم الكرواتي الخبير بأنه سعيد بالعودة مرة أخرى إلى العاصمة الإسبانية، وأنه يشعر بأن الجميع في فريق ريال مدريد قريبين للغاية من بعضهم البعض. وأكد أنه مستعد ومتشوق لخوض صراعات وتحديات جديدة. كما علق مودريتش عن سعادته بما قدمه مع كرواتيا في المونديال: أعتقد أن مفتاح النجاح هو الاتحاد والقتال معا. لقد أظهرنا في كأس العالم أن كرواتيا لديه شخصية المحاربين الذين لا يستسلمون أبدا. واختتم حديثه: لا زلنا غير مدركين بعظمة وقيمة تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، وأن كرواتيا صعدت لمنصة التتويج في كأس العالم مرتين في خلال 4 سنوات. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.